dreaming كده life. حلوة قوي. عايزة أعرفك تعريف أنا حاساه وشايفاه بناء على الفترة الطويلة اللي احنا بنجهز فيها اللايف ده، واخترتي توبك كده يا ندى. متشوقة جدا أعرف. أولا احنا معانا يا جماعة مدربة للمدربين، انتوا متخيلين كمية الوعي اللي اوريدي النهاردة هتثقل علينا بكمية المعلومات والخطوات اللي احنا اوريدي لو مشينا عليها هنتغير. ومش بس كده، انتي معالجة نفسية واخصائي نفسي ومدربة تربية ايجابية وتعديل سلوك وكمية دراسات لا حصر لا. انا اصلا لما الحمد شفت لله، كمية الحمد الشهادات، لله. يا خرابي، يا الحمد لله، ده خرابي. من فضل ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله. يعني اللهم بارك، فضل يا من رب يا ربنا. رب ينفع بيكي يا رب. ويستخدمك لا يستبدلك. اللهم امين، اللهم امين. ويحسن دايما ما بينك، دي دعوة دايما بدعيها اللهم لكل امين. الناس اللي في المجال ده او برانا، لان ما دام ربنا حطينا في مكان اكيد هنسيب اثر، فيا رب دايما يا رب. نحسن ما بين ايدينا. يا رب، فانا اللهم بالنسبه امين. لي التوبيك اللي انت اخترتيه في كميه كده اكسايتد طالع مني، عقليه التغيير في ضوء الكتاب والسنه. ايه نعم. ايه التوبيك ده؟ ايه ده؟ بصي، انتي لما بعتيلي في الاول خالص عشان اختار موضوع، مش عارفه، لو تفتكري انا فضلت حوالي 3 اسابيع مش ببعتلك، وانتي تبعتيلي وانا اقول لك طيب حاضر، وانتي تبعتيلي وانا اقول لك ماشي حاضر. حسيت انه عايزه موضوع كده يطلع مفيد ومختلف شويه للناس، و... وانا اعرف ادي فيه كويس وابقى حاساه، مش المواضيع بتاعت التربيه اللي العاديه اللي زملاء كتير بيتكلموا فيها وهم ما شاء الله سادين في الخانه دي حلوه قوي. كنت حاسه ان انا عايزه اتكلم عن حاجه مختلفه شويه وتكون عامه شويه، تنفع في التربيه وتنفع في التنميه الذاتيه، لان انت عارفه ان انا مدربه مساعده ذاتيه. فلو اتكلمت عنه ينفع الأم نفسها وينفعها في رحلة التربية، يبقى احنا ايه، اتنين في واحد، ضربنا عصفورين حلوه بحجر قوي. يعني. حلوه، انت مختاره توبيك اصلا في حد ذاته مؤلم لينا كلنا انه احنا نتغير لاحسن صوره مننا. التغيير صعب. ده يعني انا حقيقي. واحده من الناس كنت حد عادي واقل من العادي، وما كانش هدفي ان انا ابقى كده خالص. كل اللي كنت بعمله ان انا عايزه ابقى ام كويسه لاولادي وسعيده ومستمتعه برحله التربيه، ومريت ببين كتير او الم كتير زي اي ام، يمكن اكتر بكتير. كنت بعك كميه عك. كلنا كلنا عكينا واتعلمنا. فكنت فكان جوايا كده زي موتيفيشن انه انا مش عاجبني الطريق ده، او مش عاجبني الواي ده، او مش عاجبني التولز اللي انا بستخدمها، فانا عايزه حاجه مختلفه. فان انت تعملي تيرنينج بوينت ده مش آه، طبعا واضح. سهل. مش فانا سهل. عايزه اسال، ليه التغيير نفسه صعب قوي ومؤلم قوي كده؟ لأنه خروج عن منطقة الراحة، صح. لأنه كسر للعادة. يعني عادة احنا بنربي كده بالموروثات الاجتماعية اللي احنا شفناها حوالينا، سواء في عيلتنا او في العيلة الاكبر الاوسع او في المجتمع او في الدراما، حتى في التلفزيون في الاعلام. يعني بنربي كده من غير علم او من غير وعي ولا دراسة، على انه عادي. يعني هي الحاجة دي محتاجة دراسة، ما عادي، ما الناس بتربي في من الاف السنين. لا، انت بتسمعي بقى جمله عظيمه وانا بسمعها في المكتب كتير قوي، ومع الناس ومع الامهات ومع الاطفال. لا، ما احنا كلنا اتربينا نفس التربيه دي وطلعنا زي اه. الفل. اه، لا هو الجمله دي احنا. اوريدي عارفه، لو نو كومنت، انا قلت كتير قوي يا جماعه، اللي هو لو كنا بقينا كويسين ما كانش كميه المراكز دي انتشرت، ما كانش العلم ده اه. وسع، ما كانش بقى فيه اقبال رهيب ان الناس تتعلم، او ما بقاش فيه الجاب العظيمه اللي تخليكي تتعلمي. ما فما انا هقول لك حدش ليه يقول ان ليه احنا ما بيفتكر. اتاذيناش. خلي بالك احنا كلنا عندنا علامات من الطفولة، وده انا بحسه هو جزء من رحلة النمو بتاعتنا. يعني نادر جدا، نادر جدا جدا انك تلاقي طفل طالع سوي نفسيا 100%. يعني انا ما اظنش، مفيش. انا ما قابلتش كده خالص. جزء من رحلة النمو والنضج بتاعتنا، سواء العقلي أو النفسي أو العاطفي، إن إحنا نمر ببعض التحديات في الطفولة. مش عايزة أسميها إساءات، لأن هي مش لازم دايما تبقى إساءة، بس هنسميها تحديات بشكل أو بآخر. في بعضنا بيعرف يعديها بسلام ويتكيف معاها ويمر بيها، وفي بعضنا لا، بتعلم فيه وبتسيب أثر ويكبر، بيحتاج بقى يتعامل مع ده وهو كبير. وساعات ما بيتعاملش ويفضل يأذي اللي حواليه، هو مش عارف، هو بلا وعي، يعني هو مش عارف ايه اللي بيحصل.
فكون ان احنا ربنا سبحانه وتعالى من علينا بنعمة الوعي، سواء انتي او انا او الكوميونتي بتاعنا، ده فضل ونعمة. في ناس يعني بتفضل مكملة كده وتفضل تغلط وهي مش عارفة. لحظة الوعي والتنوير اللي بتيجي دي أولا رزق وفضل من ربنا سبحانه وتعالى، دي حاجة. الحاجة التانية، انت بقى تستثمريها وتلقطيها وتعرفي يعني ايه تمسكي بقى في أول الخيط وتكملي الرحلة. ده بقى مجهودك انت، وهنا بتبدأ رحلة التغيير. انت عرفتي ان في هنا حاجة غلط، في حاجة مؤلمة زي ما انت قلتي، بين شديد جدا. ودي عادة أول مرحلة في التغيير، ان انا ايوه بحس بألم شديد قوي قوي قوي، وخلاص انا مش عايزه مش قادره اتحمله اكتر من كده. عارفه لما حد فينا ضرسه مثلا بيوجعه، او ما عنده مغص او عنده صداع، بيفضل ياخد مسكنات، مش عارفه يحط قرنفل، يعني بيتعايش، بيفضل يعمل اي حاجه كده عشان ما يروحش للدكتور. امتى بيروح للدكتور؟ لما الألم لا يحتمل، مفيش مسكن نافع بالظبط. معاه. بالظبط كده، خلاص انا مش نافع معايا اي حاجه وانا محتاجه تدخل، محتاجه مساعده متخصصه. نفس الحكاية في رحلة التغيير، ما بتبدأش عادة إلا إذا وصلت الألم أنا خلاص مش قادرة أتحمله، مش قابلة حياتي بالوضعية دي، بالظروف والأحوال اللي أنا فيها دي. ففي هنا حاجة محتاجة تتغير. فأول خطوة هي الإدراك. بعد الألم الشديد ده بيبقى إدراك. بس أنا كنت يعني مش عارفة، حاسة إن أنا نقلت من إجابة هو ليه صعب لإن إحنا دخلنا في المراحل. أنا كنت بس عايزة أقول. بالعكس، بالعكس، انت مم. فهمتيني وفهمتي كل الناس اللي ممكن تكون بتسمعنا او هتسمعنا فيما بعد، ان ده طبيعي، ان ده جدا. وان ده رزقك انت، يعني رزق اي واحده بتسمعنا او الفيديو ده مر عليها. ده رزقك انت، ده وامسكي حقيقي. فيه، وامسكي فيه وكلبشي واطلعي. يعني ان انت تطلعي بره منطقه الراحه نتيجه ان في بين رهيب بيزقك ان انت تبقي احسن، امم. ده له تمن. فانت دلوقتي وضحتي لي. يعني انا كنت باجي اسئله كتيره قوي وانا اصغر من كده شويه، في الاول مره كنت بسال نفسي هو ليه كل ده؟ اه. ايه كميه الالم دي كلها؟ انا مش قادره استحمل. ليه ده بالذات في الوقت ده بالذات؟ طب ما انا كنت كويسه قبل كده. امم. ولا بتوصلي بقى في مرحله انه لا انت قادره تطلعي لقدام واللي هو الله تبقي اكسبت كل اللي بيحصل، ولا انت قادره ترجعي لورا وتعملي نفسك بلايند او انت مش شايفه وتتعاملي كما يجب. خلي بالك كمان يا روح، يعني إضافة للي انت قلتيه، انه هي اللي بيبدأ مشوار التغيير ما بيقفش. يعني انت بالظبط زي ما انت قلتي، انت في مرحلة ما كنت حاسة خلاص ان انت كويسة، بعد كده حصل بين معين واتغيرتي فبقيتي كويسة. فاوعي تفتكري ان انت عشان خلاص بقيتي كويسة فانت كده تمام وصلتي لآخر حاجة. لا، انت كل مرحلة كل ما بتنمي اكتر وتنضجي اكتر، بيظهر لك يعني متغيرات جديدة وبين بشكل مختلف. ولا أنا عايزة أتغير أكتر. فاللي بيدوق طعم التغيير والثمرة بتاعته خلاص بيدخل في رحلة كده مستمرة لا نهاية، تنتهي بنهاية عمر. عايش. إنه أنا عايزة دايما في تطوير وتحسين من جودة حياتي. أنا عايزة أعيش حياة ذات جودة، جودة حلوة، جودة عالية، مش عايشة وخلاص. فمجرد ما ببدأ ايه ده، انا عرفت الدنيا بتمشي ازاي، الميكانيزم الآليات بتاعة التغيير بتحصل ازاي، وجربتها ودقت الثمرة. لا، انا بعد كده اي حاجة مش عجباني مش لازم بقى اوصل لمرحله الالم الشديد. هنا بوصل لمرحله ببدا التغيير بعقليه التطوير، مش بعقليه مش من بدايه الالم، لا، بان انا خلاص عايزه اطور، عايزه احسن. يمكن بدايه الرحله هي اللي بتبدا بالالم الشديد، لكن بعد كده خلاص وانس ان انا دخلت في الطريق ده وعرفت الاليات بتاعته وجربت الثمره بتاعته وقد ايه الدنيا بتختلف وبتتحسن، لا خلاص انا عايزه استمر في رحله التحسين والتطوير دي دايما. فبتبقى هايله، رحله ما هايله، بتنتهيش. هايله يا ندى، لانك رديتي على سؤال ليه بياخد وقت طويل. ليه؟ يعني انا برغم ان انا باديه رحله التطوير دي او رحله التغيير قبل ما اوصل لمرحله التطوير من سنين، فكل فتره، مش طبعا مش كل يوم، كل فتره بيجي عليا سؤال هو مش كفايه كده؟ مم. هو احنا هنفضل كده لغايه امتى؟ لا، لغايه اخر العمر. فبالتالي يعني انت رديتي دلوقتي على سؤالي بانه ليه بياخد وقت طويل، ليه مستمرين، ليه ما بنجيش في لحظه نقول اتس انف، اتس ستوب، كفايه كده بقى. احكي لك على حاجه حصلت لي على اتس اناف وكفايه. يا ريت. انا بدات التربيه برضو عشان اولادي زي اغلب المدربات اللي دخلوا موضوع التربيه ده. اتعلمت تربيه ودرست تعديل سلوك وتربيه ايجابيه وحاجات كتيره وتربيه سعيده، كله عشان اولادي وهم اطفال.
والحمد لله الحمد لله فعلا حسيت بنتيجة وحسيت بثمرة، وعلاقتنا بقت زي الفل، والدنيا بقت جميلة جدا، وايه انا خلاص كده تمام، انا وصلت. وقفت خلاص، انا افتكرت ان تمام انا كده بقيت مظبوطة معاهم. واغفلت جانب مهم جدا، ان هما بيكبروا وبيتغيروا، وانا كمان بكبر وبتغير. فبعد فترة لقيت الدنيا بدأت تبوظ تاني. فاللي هو لا، انت ما ينفعش ما ينفعش توقفي، لان الدنيا ماشية. يعني انت لو وقفتي فانت بترجعي لورا. الدنيا ماشية لقدام، هما بيكبروا بيقابلوا حاجات في حياتهم. كل سن ليه خصائص مختلفة عن السن اللي قبله، وليه ظروف معينة ومتطلبات واحتياجات مختلفة. فانت ما ينفعش توقفي، انت هم بيكبروا وانت بتغيري معاهم. بعد المراهقة لا، ده في جامعة وفي بداية رشد. كل فترة انت محتاجة تواكبي التغيير بتاعهم. ده مالك؟ افتكرت كمية البين اللي مريت بيها مع ولادي وهم صغيرين، والسؤال ده انت رديتي عليه دلوقتي، اللي هو هما بقوا كويسين فكفاية كده. مم. فسبحان الله، يعني ربنا بعت لي الرد فيكي، في اللي هو اوريدي بيجي عليا وقت من كتر بقى ما خلاص انا اتعلمت واتسقيت العلم كده، مش بكوبايات، اللي هو انتي بتحفري، عارفه اللي هو ايوه، بتاخديه بمعلقه معلقه وبتدوقي كل قطمه فيه. فخلاص يعني انا ابني كبير 14 سنه، اللهم بارك. ما شاء الله، علاقتنا برافو عليك. احنا مش اتنين صحاب بس، يعني لو اقدر اقول لك ان احنا انتيم واكتر، ما شاء الله، اللهم هقول بارك. لك ده. اللي هو احنا بنتكلم مع بعض في كل حاجه واي حاجه، ولو عندي مشكله باخد رايه وبينزل معايا في شغلي. حلو قوي. بنشارك بعض في تفاصيل كتيره، حتى لو في ما شاء حاجه الله، عاككها اللهم انا بارك. عملت كذا يا روح، فتعالي بصي احنا نظبطها سوا، قولي لي بس احنا نظبطها منين وازاي، بصي انا عملت كذا فقولي لي ربنا اكمل يحفظه ازاي. يا رب. جبت مش عارفه درجه مش احسن حاجه، عارفه ان انت هتقرصي عليا سنه، بس ايه خفي اللود شويه، فاهمه. وبنتي برضو 9 سنين، فاللي هو احنا بقينا اصحاب لدرجه ان احنا بنستخدم كلمات بعض، بنستخدم جزم بعض، عارفه هدومي طرح حاجتي كده، فخلاص احنا بقينا اصحاب. فجيت في لحظه، طب وانا ليه بعمل نفسي كده؟ ما كفايه كده، وخدي بريك بقى. انت اللي انت كنت بتسعي ليه بقالك سنين، الحمد لله اللهم بارك، ما يعني شاء الله، اخدت اللهم ثمرته بارك. من بدري ولسه مستمره. بس الرد جالي دلوقتي معاكي وانت بتقولي لي انه لما وقفت حسيت ان الدنيا بترجع، بس ده مم. مجهود وضغط رهيب. هقول لك، هو مجهود ما فيش شك. بس حتة الضغط دي بقى احنا اللي نقدر نتحكم فيها، ان انا بعمل ده وانا ستريسد، ولا بعمل ده بحب وبلطف وبرحمة مع نفسي، تراحم مع نفسي مش قبل كل قبل ما الأوقات يا يكون. ندى بيبقى فيها المعنى ده، عشان ابقى اونست ليا ولكل الناس اللي بتسمعني، ورزق كل ام وكل حد ماشي بيبص على اللايف ويبقى نافع. مش دايما بيبقى عندنا المينينج ده مع كل تشالنج او كل يوم، لان احنا كل يوم عندنا تشالنج مختلفة، فمش كل يوم هنقدر نبص لنفسينا بنظرة الرفق والرحمة. عارفة اللي هو بيجي عليكي وقت اللي هو زق معايا اليوم، يعني يا اه ريت اليوم طبعا، يخلص. ما ده اللي اختلفناش. بتكلم فيه، انه بس خلي بالك، ايه اللي يبقى غالب عليكي؟ الوعي. انا دلوقتي في مرحلة التراحم. التطوير، اللي انا عايزة الوعي اقوله لك، والرحمة. اللي انا عايزه اقوله انه لو انا بتحرك دايما وانا ستريس دايما طول الوقت، على فكره ده هيأثر على جوده العلاقه معاهم، وهيتنقل صح. لهم، وخلي بالك انا قدوه ليهم ونموذج. يعني انا بعلمهم وبوصل لهم رساله ضمنيه كده مخفيه، ان الحياه ضاغطه، ان انتوا هتتعبوا في الحياه، ان انتوا المستقبل قدامكم يعني محتاجين، هتبقوا هي دي صورتكم في المستقبل، هتبقوا مضغوطين وهتبقوا تعبانين. انا بصدر لهم صوره مش ألطف حاجة. لكن مفيش شك ان كلنا بنتحط في مواقف ضاغطة، لكن انا اقصد ايه اللي يغالب عليا اغلب الوقت. حلو قوي ما المعنى ده. يكون ما اكون بتعامل مع نفسي اولا برفق وبتراحم، فانا بعلمهم ده، ان هم كمان يتراحموا مع نفسهم في اوقات اللي هم مش احسن حاجة فيها، ان ادائهم مش افضل حاجة، ان عندهم تحدي معين بيواجهوه، سواء مع اصحابهم في الدراسة في التمرين في اي حاجة عموما. اتراحم مع نفسي، انا محتاجة اعمل ده، لان لما بتحرك من منطقة الرفق والتراحم بيبقى عندي دافعية ان انا اكمل، غير لما بتحرك وانا متوترة ومشدودة ومضغوطة وقلقانة. خلي بالك ده اصلا بيقتل الابداع وبيخلينيش افكر باحسن شكل ممكن، ما صح. بيطلعش حلول كتيرة. دي واخدة بالك انا لما اتحرك بالطاقة دي، او بتحرك بالطاقة دي، هبقى عاملة ازاي؟ مستوعبة جدا، لانه اكيد احنا عشنا الاتنين.
يعني انا كروحة عشت الاتنين ولمست الفرق، وبقى عندي الوعي ايه الاختيار اللي محتاجة اختاره، وابقى بدفع ثمنه، لانه اي اختيار احنا بنختاره له ثمن. عايزة ايوه. تختاري انك تبقي ماشية في الحياة بستريس، احنا كلنا جربناه، امم. لقينا نتيجته سلبية نفسيا وجسديا وعاطفيا ومعنويا وطاقيا. كل طبعا. الجوانب بتبقى فيها ضغط رهيب. والاختيار التاني، وعلى the other side او على الصعيد الاخر، جربنا ان احنا نتراحم مع نفسنا، نبتدي نتراحم مع نفسنا ونطبطب عليها ونشوفها بنوع من انواع الرفق. اكيد لمسنا النتيجة والثمرة ده، صح؟ وخلي بالك في الحالتين النتيجة مش في ايدينا. يعني سواء صح. عملتي كده او عملتي كده، فانت يعني مش مثلا لو انا اتبعت اسلوب معين فالنتيجه النهائيه هتبقى افضل، لا خالص. انت كده كده في الحالتين النتيجه مش بتاعتك، هي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لكن الفرق انه انا ماشيه الطريق مرتاحه الى حد ما، او ماشيه الطريق وانا في شوك تحت رجليا عماله اتشوك طول ما انا ماشيه وتعبانه وبنزف. صح. لكن في الحالتين انا ماشيه، هوصل امتى هوصل ازاي او كده، اللي هي النتيجه النهائيه دي في ايد ربنا سبحانه وتعالى. وده يعني يمكن يرجعني للآيات شوية، بما إن موضوعنا عن عقلية التغيير في الكتاب والسنة. بعض الآيات اللي هي تقول لك إيه، أنت بس اعملي اللي عليكي، واشتغلي وابدأي خدي خطوة، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بقى بيجيب الهداية وبيجيب النتيجة وبيجيب أنت ورزقك طبعا حسب ما ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك. يعني مثلا في آية، آم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الآية دي أنا بحسها إن هي يعني عمدة. انتي هي بتقول إن إحنا في جهاد، في تعب، والحياة تعب، ما وإلا يعني كانت تبقى جنة، يعني الراحة في الجنة. فما فيش شك إن إحنا في تعب وفي مجاهدة. بس ربنا سبحانه وتعالى بقى بيوعد اللي بيجاهد ده هيهديه، لنهدي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، ده قسم، لنهدينهم سبلنا. امتى وازاي مش بتاعتنا. يعني احنا علينا الشق الاولاني من الايه المجاهده، الشق التاني بقى ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، رزقك وفضل وكرم منه يجيبهولك في حياتك، بزيادة. او حتى بعد ما ماتك. يعني احيانا بنشوف، ودي بتتشاف كتيرة قوي في الحياة، اولاد ربنا بيهديهم بعد وفاة يعني احد الوالدين. يعني ما بتشوفش الثمرة دي في حياتها، بس بتحصل بعد ما مات. فكونك ان انت بتثقي في وعد ربنا سبحانه وتعالى، انت مطمنة خلاص وانت ماشية في الرحلة. وطبعا بتسألي الله العافية انك تتمتعي بيهم في الدنيا، طبعا ما اختلفناش في ده. بس اقصد اقول ايه، انت ماشية وعارفة في يقين كده جواكي ان رزقك جاي جاي، سواء لمستيه في الدنيا او لمستيه وانتي كبيره شويه حتى. يعني ما تتعجليش الثمره. انا عملت اهو، انا درست واتعلمت وطبقت، انا اخدت كورسات تربيه ايجابيه وعملت ونفذت الادوات وعملت، بس الولاد زي ما هم. لا ما تتعجليش. انت ممكن تاخدي الثمره دلوقتي، ممكن تاخديها بعد 20 سنه، ممكن ما تشوفيهاش اصلا في الدنيا. بس رزقك كده كده موجود، انت عملتي اللي عليكي، عملتي المجاهده اللي مطلوبه منك، فاطمني. حلوة قوي. امتى بقى التغيير يبقى مطلوب؟ امتى؟ ده سؤال كريتيكال قوي. يعني انا بالنسبة لي وانا بفكر فيه وبتناقش فيه معاكي، لقيت ان السؤال ده، طب امتى التغيير مطلوب؟ بصي، هو التغيير سنة كونية، يعني الكون كله قائم عايش. على التغيير. عايش. يعني ده حقيقي. ما يعني دايما في مقولة بتقول إن التغيير هو الشيء الثابت الوحيد اللي في الكون، إنه دايما في تغيير. بصي كده حواليك على البيئة اللي احنا عايشين فيها، على الجو، على الطقس، على النبات، على الحيوان، على الإنسان. هو بيتغير من ضعف القوة، من بعد قوة ضعف تاني. فالتغيير ده سنة كونية، اللي يقف ضده يبقى كأنه واقف ضد الكون، ماشي عكس السنن الكونية اللي ربنا خلقها. فالتغيير مطلوب طول الوقت. بس هو بيحصل لنا بقى يا اما بارادتنا بوعي منا، زي ما اتكلمنا شويه، انا خلاص انا عارفه ان الوضع ده مش عاجبني، فانا بختار بقرار واعي ان انا اتغير. او بيحصل غصب عننا، يعني ربنا يحطك في مواقف بقى كل شويه، يزقك في اختبارات ويزقك في تحديات علشان يوصل لك رساله فوقي وتعلمي وتغيري. فهو بيحصل يعني برضاكي او غصب عنك. فما بيحصل برضاكي طبعا اكيد يبقى افضل ان انا ابقى واعيه واخد القرار التغيير ده بوعي وباراده، وابدا اختار الرحله واتعلم وادور واسال واجرب واغلط واقع واقوم وهكذا.
افضل من ان هو يجي لي فوق دماغي كانه خبط كده فوق دماغي غصب عني. هو هيحصل هيحصل، هو هيحصل هيحصل. كان دي ابويا حاجه. الحاج ربنا يديله الصحه كان يقول يعني جمله لسه لغايه دلوقتي بترن في بالي لما ابقى محطوطه في تشالنج رهيب وعندي اختيارين اصعب من بعض. فكان بابا يجي يقول لي ايه: اختاري الصعب بمزاجك بدل ما يتجبر عليك غصب عنك. يا ربنا يديله الصحه ويبارك فيه. كنت مثلا لما يحصل مشكلة مع حد من الولاد أو مشكلة بتقابلني في شغلي أو مشكلة مثلا أسرية مثلا مع جوزي أو أي أزمة واجي أقول له: بابا خلاص أنا مش قادرة، عايزة أسيب شغلي، لا أنا تعبت خلاص بقى، كفاية كده من العيال، أنا مش قادرة أستحمل، لا بص يا بابا، بص كفاية علينا عيشة كده، طلقني منه، مش عارف إيه. فكان بابا يجي يقول لي إيه: خدي الصعب بمزاجك بدل ما يتفرض عليكي غصب عنك. فكنت اقعد افكر: يا بابا ايه اللي انت بتقوله ده؟ صعب ايه؟ ما فيش اصعب من كده. قال لا، في اصعب، بس خديه دلوقتي بمزاجك وهيئيه عليكي بدل ما يتفرض عليكي غصب عنك، وساعتها هتعيشيه. ده حقيقي. فالجملة دي لما كنت وما زلت لغاية النهاردة لما بمر بأي أزمة أجي أسأل نفسي سؤال: ايه الأصح؟ إيه الأصلح مش الأسهل؟ ايه الأصح بالظبط، الله ينور مش الأسهل؟ عليكي. فبالتالي كنت اسال نفسي سؤال: ايه الاصح مش السهل؟ فالاصح كذا، فخديه غصب عنك واعمليه بدل ما يتفرض عليكي غصب عنك. فاهمه؟ في اللي هو يعني بابا كان دايما يقول لي: خدي الغصب برضا. اه، ما انا بقولك هو كده كده هيحصل، هو كده كده هيحصل، لان دي سنة ربنا سبحانه وتعالى في العباد وفي الكون. ما فيش حاجة بتفضل على حالها، دوام الحال من المحال. فانت تعمليه برضاكي وبوعي منك وبإرادة منك، افضل ما يتعمل وانت ايه تتخبطي فيه بقى وتبقي بتتلطشي فيه بالظبط، يعني بالظبط، غصب عنك. هو هيحصل الاصلح هيحصل. مش الاسهل. نعم. يعني بابا كان بيقول لي: الاصلح صعب، فخديه غصب عنك بدل ما يتفرض عليكي بالعافيه. فالاصلح مش الاسهل. الجمله دي كانت اه تقيله قوي، يعني انا بسمعها من زمان قوي، من ايام وانا قد كده صغيره. بابا بيزرزرني بالكلمه: يا حبيبي ما تقولش كده، ما تعصبنيش والله يا بنتي مش بعصبك، صدقي خدي يعني طبعا، حكمة، اصلح مش حكمة الاصعب. من انت خبرات في عشان الحياة وسن. عشان اوصل للمعنى ده كنت وانت لو درست. تبنيتي الفكرة دي بعد كده خلاص العضلة بتاعتك بتبقى أقوى. يعني انت لو ده تخيل، لو دايما الإنسان بيختار الأسهل بيبقى أضعف، ما بيقدرش يواجه التحديات بعد كده، لأنه دايما يميل للأسهل وللراحة. لكن لو بيختار الأصلح أيا كان هو سهل أو صعب، بس هو بيختار الأصلح والأفيد والأنفع، فهو كده بيقوي عنده عضلة الإرادة. برضو عندنا في الدين، بس ربنا يذكرني بالمقولة، يعني مقولة كده معناها إن هو لا تتعاهدوا الرخص. ربنا سبحانه وتعالى في الدين مدينا رخص كتير، في الصلاة، في قصر الصلاة، في الصيام، في حاجات كتيرة. بس هي رخص ومشروعة، بس ما ينفعش الإنسان المسلم يفضل يتعاهد الرخص دي ويدور عليها ويعيش يبقى إسلامه قائم على الرخص دي، لأنه كده يبقى هش، يبقى ضعيف، يبقى مش بياخد بالعزم، مش بياخد بالقوة، تبقى إرادته ضعيفة، يقدر ينكسر بسهولة، ما يقدرش يواجه تحديات. ف... فالأفضل إن أنت دايما تقوي عضلة الإرادة عندك. اختاري الأنسب، اختاري الأصلح، اختاري الأنفع، حتى لو كانت رحلته أطول، حتى لو كانت تحدياته أكتر. صح الرسول صلى الله عليه وسلم: خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. التيسير مطلوب والرفق مطلوب، بس ما يبقاش أنا بدور على الأسهل بملقاط كده، حتى لو مش هو الأنفع، حتى لو على المدى البعيد هيأذيني وهيضرني. أنا محتاج يكون عندي رؤية مستقبلية كده، ورؤية بعيدة. إيه الأصلح لأولادي، إيه الأصلح ليا، إيه الأصلح لبيتي. فحتى لو هياخد مني مجاهدة زي ما اتكلمنا، بس على المدى الطويل هبقى فرحانة بالثمرة. هبقى فرحانة ان انا كنت قدوة لأولادي، هبقى فرحانة ان انا علمتهم ازاي يتعاملوا مع الامور ويواجهوا التحديات ويبقوا. بالمناسبة القوة دي برضه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الاتنين حلوين والاتنين كويسين، بس ربنا بيحب المؤمن القوي، اللي هو مش بيستسهل، اللي هو عنده عزم، اللي هو عنده إرادة، اللي هو يقدر يواجه. فاهماني أقصد إيه يا اه روح؟ طبعا فاهمك، انا بعشق ف- الحديث ده عشق، لانه كل ما ابقى موجوده في حاجه والشيطان بيحاول يغريني: لو ما تقوليش، ما تتكلميش، ما تعمليش، ما تسويش، لا لا كبري دماغك، افتكر الحديث ده: لا،
اجتهدي، اعملي، سوي، قومي، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. تفاصيل كده اللي هو لا، ربنا يحبني كده. نعم. والتغيير بيحتاج قوة. فدي والتغيير حقيقة. بيحتاج قوة. قوة القرار في البداية أصلا إن أنا أقرر إن أنا هتغير. هقرر إن أنا مش هضرب أولادي، مش همد إيدي على أولادي. محتاج قوة في اتخاذ القرار، وقوة بعد كده عشان أنفذ. ولما يجي أتعصب وهمد إيدي، ابقى قويه ان انا يعني اكبح جماح نفسي زي ما بيقولوا، ان انا بدل ما ايدي كانت رايحه كده، لا انا هخلي ايدي لنفسي ومش همدها على اولادي. محتاج قوه. التحكم في الغضب والعصبيه محتاج قوه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه راجل قال له اوصني، قال له لا تغضب. لما قال لهم ليس القوي بالسرعة، ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب. فهو محتاج قوة. ان انا ما ازعقش لاولادي، ان انا ما اضربهمش، ان انا ما اتعصبش عليهم، ان انا ما اشتمش وما هزقش وما هينهمش واقلل من احترامهم. كل ده محتاج قوة. التغيير عموما محتاج قوة. في الاعلان بتاع البث بتاعنا ده، انت كنت كاتبة لو انا عايزة اخس. هو محتاج قوة. قوة في ازاي؟ قوة إرادة. خلي عايزه بالك، العب رياضه، اكتساب عاده جديده ما كنتش بعملها وعايزه اعملها، او عاده كنت بعملها وعايزه ابطلها. في الحالتين أنا محتاجه قوه. دي حقيقة. فالحديث ده زي ما انت قلتي، كل ما كده احس ان انا هتكاسل لما نفتكر الايات والاحاديث اللي انا لسه حتى ما قلتش حاجه منهم. لما نفتكر الايات والاحاديث دي تدينا قوه، تدينا دافعيه، تعرفنا اللي احنا بنعمله ده، والمجاهده ومغالبه هوى النفس اللي احنا بنعمله ده احنا مأجورين عليه. حتى لو ما اخدناش الثمرة برضو زي ما اتكلمنا، بس مجرد ان انا بغالب هوى نفسي وبجاهد نفسي وبستعين بالله وبدعي وبطلب منه المعونة وبحاول، فانت في اجر. فانت كأنك في رباط اصلا. سبحان ان الله. شاء الله ربنا يعني لا يضيع اجر من احسن عملا. ده فان أكيد. شاء الله اجرك موجود، بس ايه، ناخد خطوة، ناخد القرار. حلوة قوي. دلوقتي بقى في سؤال مهم قوي، امم. وانا في يوم من الايام كنت بسأله لنفسي. هو التغيير ده احنا عرفنا انه مدى الحياة، بس ايه المراحل اللي تطمني؟ مراحل التغيير اللي تطمني تقولي ان انا ماشية على التراك الصحيح. ما هو التغيير، كلمة التغيير دي كلمة واسعة، وامبريلا بتاعتها واسعة قوي. طب انا صح. عايزة اعرف انا ماشية على التراك الصحيح، لان انا في وقت من الاوقات لما كنت لسه بطلع رحلة التغيير كنت بسأل نفسي كل يوم سؤال: هو انا صح؟ هو الطريق اللي انا ماشية فيه ده كويس؟ طب ما يمكن اللي حواليا بيقولوا صح وانا اللي غلط. فكنت ارجع لسجادتي وبيني كده وبين ربنا، والسجدتين بتوع اخر الليل دول لوحدي في قيام الليل: يا رب نور لي بصيرتي، لان انا ما بقتش عارفه الصح فين. ده احلى حاجة. فانا ما اقدرش انكر انه انا ما كنتش لسه وصلت للتطوير اللي انا فيه دلوقتي والقوه العلميه اللي انا فيها دلوقتي، ولكن انا كنت في قمه ضعفي لسبب انه في كميه توهه. انا في بدايه التغيير كل حد حواليا بيقول كلمة، وكمية نقد ولوم مش طبيعية، اللي هو ايه التفاهة اللي انتوا بتعملوها دي؟ او لو هتكلم على نفسي انا بصفة خاصة: ايه التفاهة اللي انت بتعمليها دي؟ انت فاضية؟ مش لاقي حاجة تعمليها؟ انت معاكي 20 رايحة تضيعيهم في كورسات؟ روحي اشتغلي شغلانة عدلة شوية بدل اللي انت بتشتغليه. لان انا كنت كمان من اوائل كليتي، فاللي هو اوريدي سايبة البنوك والشركات ورايحة تشتغلي لي في حضانات. اه. يعني كلام كتير قوي سلبي. واللي هو طب انت عايزه توصلي فين للي انت بتعمليه؟ انا ما كانش عندي رؤيه، ما كانش عندي الفيجن، اللي هو انا ما اعرفش، بس انا بحب قوي اللي انا فيه. انتوا ليه بتضايقوني؟ انتوا ليه بتزرزروني؟ ليه بتقولوا كلام يوجعني؟ انا حقيقي لو كان عندي رد للاجابه دي كنت انا رديت بيها على نفسي، كنتش اوريدي هبقى بسمع السؤال واقفه متنحه لان انا مش عارفه ارد اقول ايه. هو اللي انت قلتيه ده هاخد الكلمة الأخيرة اللي انت قلتيها دي، حتة التوحة وأنا ما عنديش رد. وده جزء أساسي من الرحلة. ده جزء أساسي يعني ما فيش إيه عقد كده أو كونتراتو يعني يقول إن أنا والله هعمل واحد اتنين تلاتة فأنا مش هتوه وهبقى يعني الدنيا واضحة قدامي. وده بيحصل بعد جزء من الوقت، يعني بعد ما تمشي مرحلة شوية، مرحلة تخبط في الأول وتجربة وخطأ. بعد فظيعه. كده بيحصل لك مرحلة إيه التنوير، أو خلاص أنا بدأت أكون رؤية.
لا دي فظيعة، دي مش مرحلة بتاخد يوم يومين اسبوع اسبوعين لا. شهر شهرين، لا مم. ده يعني بتدخل في سنين. ففكرة ان انت يعني الكلمة اللي كانت الى حد ما بتطمني شوية في اول الطريق، ان انا كنت بسمع من المنتور بتاعنا ان توه طريق، يعني النيلة توه بصي ايه اللي اهو، طريق، انتوا مش يعني هو لخص متخيلين اللي احنا انا كنت بنسمع هقوله. ايه. اه. اللي هو المنتور بتاعي لما كان يجي يقول لي توه طريق، يا دي النيلة توهت ايه، حرام عليكم انتوا مش زي ما قلت لك، متخيلين ده احنا جزء لا عاملين يتجزأ ازاي. من الرحلة، ده جزء لا يتجزأ منها، طب لان لو عايزة الانسان اطمن حد في ه- المرحلة دي، هو مم. كان في يوم، يعني احنا كنا في يوم من الايام مكانه، او انا شخصيا كنت في يوم من الايام مكانه، عايزة اطمنه اقول له انه ده طبيعي، او اطمنها اقول لها ده طبيعي، تمشي ازاي، تعمل ايه، هقول. تكمل ازاي، ما تستسلمش. دي مم. حتة بالنسبة لي مهمة، لان كان بيجي عليا وقت خلاص هم كل اللي هم بيقولوه صح، الناس اللي حواليا دي بتفهم اكتر مني لان هم اكبر مني واكتر خبرة مني، فانا مم. اكيد بعك، والناس دي كلها صح، فانا خلاص كفاية عليا كده، اتس انف، نقفل كل الكورسات دي، نقفل كل مم. الكتب دي، يعني نشيل بقى ده ونبيعه مش مهم، مم. وخلاص هم كده مية مية، وانا هعمل اللي هم بيقولوه. انا مش عايزة حد يوصل للمرحلة دي. فهماكي. بصي هو انت كده سؤالك يعني ايه، كأنه سؤالين في بعض، يعني بالظبط. ايه المراحل والخطوات، واعرف ازاي ان انا امشي ازاي وما بقاش متلخبطه الى حد ما. والسؤال التاني، طب ايه الحاجات اللي ممكن تساعدني علشان ما اقولش ايه، طب خلاص انا هقفل بقى الليله وهمشي ومش مش عايزه اكمل زي ما انت قلتي، فايه اللي ما يخلينيش اعمل ده، حاجات ممكن تزق معايا وتساعدني شويه. فخلينا الاول نجاوب على الشق الاولاني. بصي هي رحله التغيير ما زي ما كل قلت لك. حماس اسمع المراحل دي عشان اعرف انا كمان دلوقتي فين، والنكست ستيب بتاعتي ايه، يعني انا لازم ربنا اعرف. ربنا ينطقني بالخير والنفع يا رب. بصي انا من وجهة نظري، هي زي ما قلت لك، هي ما فيهاش واحد اتنين تلاته، يعني ما فيهاش ايه، مش هي رحله متفصله على كل بني ادم. فتلاقي الخطوات بتاعتي غير الخطوات بتاعتك، غير اللي بتاعت سين غير بتاعت صاد، لكن في سنن بتحكمها. يعني فاهمه الفرق بين الاتنين. او محور رئيسي، او زي ما بنقولوا كده ايه، يعني البيزك ستيب، وفي تحتها تفاصيل، التفاصيل دي بتاعتنا. زي مثلا من السنن اللي بتحكمها، زي ما كنا لسه بنقول، ان في لازم مرحله تخبط وتوهان. ده جزء من ما اقدرش اقول عليه خطوه، لكن هي مرحله انت هتمر بيها. مرحله اي حد في طريق التغيير. إيه كانك ايه، انا مثلا كنت ماشيه في طريق عادي من العبور لمصر الجديده، خلاص ده الطريق اللي انا حافظاه وعارفاه وعايشه بيه، دي منطقه الراحه بتاعتي. فجاه لقيت هنا في عقبه في الطريق سدين وبيعملوا اصلاحات، فاضطريت اروح في شارع في طريق جديد. انا دلوقتي بقى انا مش عارفه انا فين، معيش GPS، وانا مش عارفه انا فين، ايه اللي هيحصل؟ طبيعي ان انا هبقى تايهه وحاسه بالقلق ومش عارفه انا هوصل للديستنيشن بتاعتي اللي انا كنت رايحه لها ازاي. طب هخرم يمين ولا هخرم شمال، وهقعد اسال، وممكن فعلا يجي لي خوف او قلق. انا ولو عندي ميعاد يا سلام، هبقى متوتره اكتر ان انا كده هتاخر على ميعادي. فهي نفس الفكره. انا جزء التوهان او التخبط ده جزء اساسي من رحله اي حد بيبدا تغيير. دي حاجه. الحاجه التانيه، وانتي برضو ذكرتيها في كلامك، انا استعين بحاجتين: الاستخاره والاستشاره. زي ما انت قلتي، سجادة الصلاة كده وركعتين في آخر الليل أو في أي وقت، بصلي استخارة، بطلب من ربنا سبحانه وتعالى المعونة، بدعيه، بتصدق بنية إنه يهديني وينور لي طريقي. كل إيه الجزء الديني اللي إحنا متربيين عليه ومتعودين عليه وعارفينه. تاني حاجة الاستشارة. الأفضل إن أنا أبدأ أستعين بمنتور زي ما انت قلتي، حد يبقى سبقني في الطريق ده ويختصر عليا، يديني شورت كاتس كده، بدل ما انا اقعد اتخبط مثلا سنه، لا انا هتخبط 6 شهور مثلا يعني. بس ده مش هيمنع ان في تخبط، علشان في لا ناس لا، بتبقى مش مستوعبه هيمنع. او متخيله، او حتى اكسبكتيشن، ان انا بما ان انا اوريدي ماشي مع منتور، او ماشي مع حد جايد ليا في الطريق ده، معناه انه اوريدي انا مش هتخبط، انا ماشي معاه في الحياه زي ما هقول، فهوصل من اي تو زد معاه. فلا، يعني هيحصل محتاجه التخبط اوصله. ليه؟ المنتور هيقول لي من واقع خبرته وتجربته الشخصيه. بس زي ما مثلا لما الدكتور بيكتب لك دواء وبيقول لك تعالي لي استشاره، لان هو مش متاكد 100% ان الدواء هيجيب معاكي نتيجة ولا لا. ربما يجيب معاكي نتيجة وينفع، وربما لا، فانت بترجعي له تقولي له والله ما جابش نتيجة، فيبدأ يديكي دواء دواء غيره. مختلف، صح. دواء غيره. فهي نفس الفكرة، هو المنتور هيديكي ادوات وهيساعدك وكل حاجة، بس ربما تنفع وربما لا. ربما تنفع بنسبة 20% مش 80%، فبيبدأ يديكي غيرها. فلازم كده كده هيحصل لك تخبط. كفاية التخبط اللي هيحصل لك اصلا في المايند سيت ده لوحده اصلا
مرحلة ان انا بغير افكاري ومعتقداتي اللي كانت ممشياني في حياتي، وبتبنى افكار ومعتقدات جديدة عشان تساعدني على الحياة الجديدة اللي انا بدور عليها وبسعى لها. فهو اصلا هيحصل توها هنا، فاهماني؟ مهم. دي حاجة. الحاجة التالتة إن أنا محتاجة أكون مؤمنة جدا بفكرة التدرج، وإنه مفيش تغيير بيحصل في غمضة عين. هي مش الإنسان مش زي المكنة ماشي بزراير، مش هدوس على زرار النهاردة هبقى فل بكرة. لا، أنا بمشي بتدرج وبمشي بمراحل، والهدف اللي أنا عايزة أوصل له ده بجزأه لأهداف أصغر، وبطلع وبنزل وبطلع وبنزل وبقع وبقوم وهكذا. فلازم أراعي سنة التدرج، وإنه فكرة إن الإنسان خلق من عجل دي هي أحيانا اللي بتحبطنا، إنه أنا مستعجلة. لا، أنا بالراحة جدا. انا بالراحة. من نوعية الناس دي اللي كنت بسأل نفسي: ها احنا مش خلصنا؟ ها احنا مش هننجز؟ ها وبعدين ايه اللي بعده؟ مم. وهنا بيجي دور المنتور، إن هو يفهمك السنن دي. خلي بالك أنت، طبيعي إن الإنسان بيبقى متعجل النتائج. لا، إحنا هنحاول إن إحنا ما نتعجلش النتائج، هنحاول نركز على الخطوات اللي بناخدها، مش على النتائج اللي مستنيينها ومتوقعينها. من الحاجات بقى اللي تساعد، ودي مهمة جدا، ان انا يعني تقلل شوية التوه والتخبط، ان انا احط منهجية للتغيير، احط خطة عمل. سواء لو انا شاطرة في الموضوع ده، او هحتاج مساعدة حد متخصص، حد كوتش، حد منتور، اي حد يساعدني ان انا احط الخطة دي. انت عارفة كويس، واظن بقى الجمهور بتاعك من خلال متابعتك يكون عارف انه احنا كإنسان عندنا روح وقلب وجسد وعقل، الاربع مكونات اللي بيتكون منها الانسان. فلو انا بغير في الجسد مثلا، انا عايزة احسن من صحتي وهعمل نظام غذائي معين، هلعب رياضة whatever، التغيير في جانب الجسد ده معناه انه محتاجة الثلاث جوانب التانيين يدوله بوش جامدة. عشان يعني ايه، احنا دلوقتي ايه، عارفة لما تكون ايه، ابني ليكي عندك ثلاث اولاد وابني فيهم عيان، بعد شر يعني، ربنا يعافيهم ويبعد عنهم الشر. فبتلاقي ايه، بتقولي لاخواته بالراحة عشان اخوكوا تعبان، وطوا صوتكم عشان مش عارف ايه، لو اخوكوا طلب حاجة ادوله مية، ساعدوني مثلا علشان نعمل، فاهمة؟ كلنا بنتكاتف علشان الطرف الضعيف ده نقف جنبه ونزقه ونساعده. فانا محتاجه اعرف اصلا انا بغير في انهي جانب، واخلي الجوانب الباقيه كلها تخدم عليه وتساعده. فلو انا زي ما قلت المثال مثلا، انا هغير في جانب الجسد، طب جانب العقل ممكن يعمل ايه؟ ممكن يقرا اكتر عن الحياه الصحيه، يقرا اكتر عن النظم الغذائيه، يقرا اكتر عن التمارين الرياضيه والعضلات وانواع الرياضه المناسبه لجسمي لسني وهكذا. هو ممكن يقرا مثلا جانب القلب والعلاقات، ممكن اطلب الدعم من اللي حواليا. يا جماعه انا بعمل دايت وانتوا عارفين الموضوع ده، مثلا انا عندي فيه تحدي وجربت قبل كده وما عرفتش، فانا محتاجه دعمكم. ارجوكم ما حدش يتريق عليا، ارجوكم ساعدوني، ارجوكم شجعوني، انا محتاجه ان انتوا تشجعوني. بلاش تشتروا مثلا الحاجات اللي انا بحبها، السكريات والحاجات، بلاش تجيبوها الفتره دي في البيت لغايه ما ابقى انا اقوى واقدر اقاوم. فده مثلا جانب العقل. او احط لنفسي مكافآت، ايه المكافآت اللي انا لو اخدت خطوات هكافئ بيها نفسي. جانب الروح، خلاص الروح ده طبعا علاقتي مع ربنا، الدعاء والاستعانة والصدقة والصلاة والذكر والحاجات كلها اللي تقويني روحيا في الاتجاه ده. فانا يعني كأني جيشت الثلاث جوانب التانيين في خدمة الجسد. الجانب ده. تصدقي بتأمني بإيه؟ أنا أول مرة أحس بجمال تكامل العقل مع الروح مع الجسد مع القلب بالمنظر ده. يعني أنا دايما طول الوقت مقسماهم as a part، وكل part له ميشن، بس أول مم. مرة أربطها بإن كل part له ميشن تقدر تعمل support للبارت اللي بعده. طبعا فأنا طبعا. حسيت مم. بتكامل وتناغم لمجرد إني أنا عايزة أعمل تطوير في جانب معين، وبساعده بان انا بخلي البارتس التانية بتساعده. انا اول مرة احس بجمال تكامل البني ادم. ايوه، لان احنا منظومه واحده، احنا وحده واحده مش منفصلين. وخلي بالك انت، يعني لو ما عملتيش كده، خلينا ناخد الصوره العكسيه، هتلاقي مقاومه اكتر.
بالظبط. يعني قلبك عمال يقول انا تعبت، عقلك عمال يقول لك كفايه كده، عايز يرجعك لمنطقه الراحه. بلاش، انت تعبتي. علاقاتك، الناس مثلا هتتريق عليكي زي ما انت كنت بتحكي من شويه، دول بيتريقوا عليا. بينما انا لو ما انا خدتهم في صفي وطلبت دعمهم وتشجيعهم، خلاص انا قفلت على نفسي باب المقاومه اللي هيجي من هنا. عقلي قفلت على نفسي باب المقاومة اللي هيجي من هنا. روحي قفلت على نفسي باب المقاومة اللي هيجي من هنا. فبدل ما كانوا عناصر مقاومة بيشدوني في عكس الاتجاه اللي أنا عايزة أمشي فيه، بالعكس دي بقت عناصر دفع، بقت عناصر قوة بتسبورت وبتزقني وبتدفعني ناحية التغيير اللي أنا عايزة أعمله. يا ربي يا ندى، يا ربي على جمال وصفك، يا ربي. مش ممكن، الحمد مش، لا لله. سقفة كبيرة، سقفة كبيرة، يا ربي على جمال الوصف، يا خرابي ايه ده. يا لهوي، انا يعني انا قريت الكتب دي كلها، ويعني وبعمل تخطيط وبلاننج طول الوقت وتنظيم واورجانيزم، بس عمري ما تخيلت. يا لهوي على جمال الوصف اللي انتي بتوصفيه، الحمد من لله. عناصر مقاومة لعناصر قوية. رزقنا. لا نعم. لا لا، ده رزق انا بقى، ده رزق انا الحمد بقى. لله، رزقنا فعلا ورزق كل اللي هيسمعنا. اللهم بارك. يعني انا طول الوقت تقريبا شبه فصلهم، فحاسه ان هم طول الوقت يعني في مقاومه، في مجاهده، انك بتغذي كل بارت لوحده، بس مجرد ان المينينج ده وصل لي بمعنى مختلف وبديفرنت واي، حسيت ان دي تولز سبورت لبعض يعني. نعم. اول مره دلوقتي استشعر معنى اخر، اللي هو لو في عضو من ضمن الاعضاء مرضت او تعبت، ايوه. تداعى له سائر سائر الاعضاء. الجسد طبعا. معنى كده انه لا يا جماعه، يعني ده معناه انه انا لو عايزه امشي في طريق الوعي والخير، ده معناه ان كل اعضائي هتساعدني، طبعا. مش هتبقى. وكمان هقول لك على حاجة تانية. الحقيقة عايزة اقول لك على حاجتين. في التدريب قول. مثلا، في التدريب بنقول للمدربين ايه؟ في تدريب المدربين بنقول لهم ان احنا عندنا ثلاثية كده اللي هي الافكار والمشاعر والسلوك. السي بي تي. انت عارفة طبعا يعني الانسان ده اتقسم تقسيمات كتيرة قوي يعني. فمثلا في فكرة المشاعر والسلوك ده من اقرب النماذج، والافكار. اقرب النماذج للبني ادم فعلا. نعم. يعني هي برغم بساطه المثلث الوعي ده، بس هو احنا لو حطيناه على كل حاجه في الحياه هنلاقينا احنا كده. ده حقيقي، ده حقيقي. وده اللي انا عايزه يعني ايه اعزز بيه اللي كنا لسه بنقوله على فكره التكامل. بنقول لهم ايه؟ بنقول له لو انت مثلا داخل متوتر، داخل هتقابل جمهور، هتتكلم على مسرح، داخل تدريب اي حاجه متوتر. وده ممكن نعلمه لاولادنا. انت داخل امتحان، داخل هتعمل برزنتيشن، هتعمل اي حاجه ومتوتر. التوتر ده شعور. ازاي اخلي الافكار والسلوك تساعدني على التعامل مع الشعور ده؟ انا بقول له اسلك سلوك الواثق من نفسه. الواثق من نفسه ده بيبقى سلوكه عامل ازاي؟ بيبقى بصي. آه فكرتيني بجمله fake it to make it. ايوه بالظبط كده. الله ينور عليك، هي دي. انت الان بيبقى دايما كاشش في نفسه، عمال يدعك في ايده، موطي. لا، انا بقول له ايه السلوك الواثق من نفسه؟ كتافه مفروده، راسه مرفوعه، مثل زي ما انت قلتي فيكت. افرد كتافك، ارفع راسك، اتنفس. مجرد تغيير السلوك بيأثر على المشاعر، التوتر اللي انت كنت حاسس بيها. طب والافكار؟ بقول له فكر في اي مواقف نجاح انت عديت بيها، بنسميها دائرة القوة. فكر في نقط قوة تساعدك في التغلب على الموقف اللي انت فيه دلوقتي. فكر يعني استعمل جزء الافكار وجزء السلوك في انه يتعامل مع مشاعرك، والعكس صحيح. التلاتة علاقتهم تبادلية، بيتأثروا مع بعض. ففعلا هي علاقة تكامل يا روح، سواء كانت في الثلاثية دي أو في الرباعية اللي كنا بنقولها من شوية، العقل والروح والقلب والجسد. لما بنتعامل معاهم بشكل تكاملي، لا دي بتبقى يعني مش عايزة أقول سلاح، بس عايزة أقول أداة قوية جدا جدا. أستعملها في تطوير نفسي وفي التغيير وفي مواجهة لا هو أي مش تحديات صلاح زي ما انت قلتي فعلا. نعم. احنا هو طبعا ممكن تكوني مش حابة المعنى ده، لأنه ممكن يكون بيستخدم بطريقة سلبية، بس احنا كمان عقلنا اللي ربنا ميزنا بيه عن بقية المخلوقات هو سلاح ذو حدين. لو استخدمتيه في الخير والنفع، نعم. ربنا بيزيدك. طب لو استخدمتيه في العكس، ربنا بيسلطه عليكي. وربنا يا رب يعني يرحمنا ويعني ويعافينا من انه اوريدي عقلنا يبقى متسلط علينا.
دي صح. حقيقة. يعني احنا، انا بشوف دي نماذج، واكيد كلنا احنا في المجال النفسي شفنا نماذج ربنا بيبقى مسخر عليها اوريدي، او مسخر لها عقلها على نفسها. ربنا يعافينا فعلا. يعني الناس دي بتبقاش شايفة حاجة. فدايما حتى باجي اقول لما بشوف النماذج دي، اللهم ارنا الحق حقا والباطل باطلا، اللي هو ما يبقاش في فكرة ان انت شايفة الفتنة صح او الحاجة الغلط صح او الى اخره، لان ده تلاعب بالعقل. فربنا دايما يرزقنا الحكمة والبصيرة، يا لان رب. دي يا رب. الحتة اللي لما بتوه وبقع فيها مع نفسي، وبحس ان انا مش قادره اجاهد نفسي اكتر من كده، ماليش حل غير سجادتي والركعتين الصغيرين بتوع بالليل دول. هم دول اللي حتى لو ما لقيتش حل، بس يكفي اني رميت حملي عليه. بالظبط بالظبط. هو ده من اكبر المعينات يا روح. يعني انت كنا بنتكلم على الشق التاني من السؤال، ايه اللي يخليني ما استسلمش واسيب الدنيا، اقول لا خلاص انا بالذات في مرحله التخبط بيكون الرجوع والاستسلام اسهل. انه انا بحس بألم التغيير، انه ألم الخروج من منطقه الراحه، عارفه زي اللي بيغير جلده وبيخرج بشكل جديد. فدي مرحله مش سهله، فالرجوع والاستسلام فيها اسهل. ايه بقى اللي ما يخلينيش او يعين؟ هو طبعا برضو في الاول وفي الاخر انا مصرة على ان هي ارزاق، بس ايه إيه اللي انا اقدر اعمله عشان ما بقاش متواكله على ان هي فكره رزق وخلاص وانا مستنيه بقى انا ورزقي من الله؟ لا، ده تواكل. انا مؤمنه انه رزق، بس انا باخد بالاسباب. ايه اللي في يعينني؟ جملة تانية مؤخرا لما ابتديت برضو أتعمق شوية، اللي هو لا نعذر بجهلنا. يعني احنا دلوقتي في وقت الناس دايما يعني احنا زمان كنا نقعد نسمع مدام، فاكره ما كنا بنسال اسئله اللي هو طب لو حد يا ماما، لما نقعد نحكي عن الصحابه والرسول والناس اللي كانت كافره وماتت، فكنت تسمعي جمله بقى من ماما اللي هو هم ما يعرفوش، ف خلاص الناس دي ماتت على كفرها وما كانش لسه الاسلام جه والى اخره من التفاصيل. فكان دايما يجي لك ايه، انه ما دام ما يعرفش خلاص. بس مؤخرا انا قريت جمله رعبتني: لا نعذر بجهلنا. ليه؟ لان دلوقتي بقى عندنا كميه بلاتفورمز، سواء في نت، في كتب، في ناس متخصصه بنسال، في علم، في تلفزيون، في قنوات تعليميه، في قنوات دينيه، المشايخ، الازهر. فلا نعذر فعلا بجهلنا. ان هو ان انت تبقي عارفه ان انت بتعمليه غلط ومش عايزه تدوري الصح فين، ده مش عذر. فدي هو حته ده. دي حابه كمان انوه عنها، اه. لانه في اوقات ما نبقاش عايزين نعرف عشان مش عايزين نوجع قلبنا. ايوه، انا لسه هقول لك، هو ده يمكن تلاعب اكتر منه جهل حقيقي. يعني انا عارفه ان انا ممكن لو سالت هلاقي الاجابه، لو دورت هعرف اوصل للمعلومه، لا بس انا مش عايزه ابذل المجهود ده عشان انا مش عايزه اصلا اغير حاجه. انا عايزه افضل في الوضع اللي انا فيه. فلا ده يعني تكاسل، تخاذل، مش عارفه اسميه ايه بصراحه. فالحمد لله الذي هدانا يعني، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله رب العالمين، وربنا يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم امين. اللهم من امين يا اكبر رب من العالمين. اكبر المعينات يا روح ان انت تلجئي لربنا سبحانه وتعالى، لانه فعلا انسان ضعيف. ضعيف، هو قوي بالله سبحانه وتعالى. هو قوي بالله سبحانه وتعالى، لكن لوحده ضعيف جدا. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لي: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. يعني احنا لو اتسبنا لنفسنا نهلك. احنا ضعفة جدا من غير ربنا سبحانه وتعالى، فاحنا لا، اقوياء التفسير فيه. كمان لغايه طرفه عين، انت متخيله؟ نعم. نعم. لا، ما نقدرش ما نقدرش. فأي حد في عايز يبدأ رحلة احنا عارفين ان هي اصلا مش سهلة، فيها تحديات وفيها مجاهدة، فهيبدأها ازاي من غير ما يستعين بالله سبحانه وتعالى؟ فلازم اول حاجة الاستعانة وصدق النية، ان هو يكون في نيته انه عايز يبقى احسن، عايز يبقى مؤمن قوي زي ما اتكلمنا. يبقى نيته لله مش لشهرة مثلا او لحاجة يعني مزيفة، لا، تبقى نيته فيها خير ونيته فيها تغيير للأحسن وللأفضل. وطبعا الدعاء ده أقوى سلاح عند المؤمن. الدعاء هو العبادة، والصدقة، الصدقة بنية كذا. فدي كلها أدوات في إيد المسلمين كلها، مش صعبة على أي حد إن هو يعملها. مش مثلا منتور سعره غالي فأنا مش عارفة أتعامل معاه، ولا كوتش السيشن بتاعتها غالية فأنا مش عارفة أشترك معاه. لا، دي حاجات كل مسلم يقدر يعملها. استعانة والدعاء والصدقة من الحاجات اللي تعين على التغيير. عايزه اضيف حاجه، انا كمان انت قلتيها جميله قوي. الدعاء في جمله برضو احنا ممكن نكون بنقراها كده،
ولكن ممكن نكون سمعناها من اهالينا، بس والله اللي عاشها واللي لمس معناه هيبقى متيقن قوي قوي ان الدعاء بيغير القدر. اه، نعم. انا دي مؤمنة بيها ايمان تام ويقين بانه لو حتى قلت يا رب بحرقة كده جوايا وبيقين الاستجابة أمن يجيب وكأنك حد المضطر كده إذا دعاه. غرقان، لا نعم. خلاص هي رب دي راحت في حتة تانية. طبعا. يعني اللي متخيل ان الدنيا هتمشي بيا رب، اه هتمشي ده هتمشي هي ما وهتمشي تمشيش غير كده اقوى أصلا. مما نتخيل. طبعا طبعا. يعني اللي هو انت ونعم بالله. بتناجيه وانت مش في عز غرقتك، ده انت جواه ومش عارفه تطلعي منها، وفجاه تلاقي نفسك بتطلعي كده. وهو ده اسمه دعاء المضطر، أمن يجيب المضطر إذا وده دعاه. اللي بيتم نعم. استجابته. لكن فكره اللي هو يا رب وانت مش متيقنه، واللي هو بقولها كده خلاص آه. عشان رضيت ضميري، هي دي. هي دي دي. دي حته كده لو اليقين. استشعرتيها يا لهوي يا لهوي هتبقي في حته تانيه هتلاقي جسمك نعم. كله طبعا بينطق. عندك حق، اليقين بينقل البني آدم في حتة تانية فعلا. فاللي هو وانت بتقولي يا رب وبتدعي، قدرك ده هيتغير في لمح البصر، وهتحسي باختلاف جذري اللي هو يا لهوي كل ده عشان قلت يا رب. اه طبعا، اه طبعا. حقيقي ونعم بالله. والصدقة دي كمان عايزة أضيف ليها حتة، يعني لسه عارفاها مؤخرا، إن عددي النوايا وانتي بتصدقي. يعني عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا، اه قوليها قوليها يا جماعة. أيوه صح صح. وليه تخبيها جوه؟ اه يا ربي انا بعمل ده عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا. انتي بتوضحي انك بتعملي ده حبا فيه وبتترجيه، عايزة منه ايه يعملهولك. نعم نعم، أحسنتي والله. فالحتة دي بتفرق 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 والله يا جماعة، لو جنيه بيفرق. فعلا انت عشان مجربة، فانت بتتكلمي بالحماس والصدق، وانت متيقنة لان انت فعلا جربتي. ففعلا المنزلقة عارف. الواحد لما بيعدد كده وبيبقى عنده اليقين ويبقى فعلا مصدق ان هو ملوش غير ربنا، وربنا هو اللي هيطلعه من الحاجة دي، او هينجيه او هيساعده او هيدعمه او هيسخر بالظبط. له الاسباب او لا ده. اللي هو اوعوا تتخيلوا انه انت بتعملي ده بتمني بيه على ربنا، لا العكس. العكس اللي هو يا ربي انا بعمل ده حبا فيك، وكل ما هيبقى فيه طريق هيقربني منك حاجه قد كده وانت هتقربني قد كده هعمله. اللي هو ربنا مش عايز حاجه كبيره، حاجه صغننه قد كده، اللي هو يا ربي وانت كده متشحتفه عليه. صدقه ولو جنيه، حتى لو معاكي 10 جنيه مخبيها في جيبك عادي، انا بعمل كده مش مهم. بس هي هنعمل برضو لا الحاجه تحقرن من المعروف شيئا، الرسول عليه خالص. السلام. يعني اللي هو حد يجي يقول طب ما انا مش معايا، مش مهم الصغنن اللي انت بتعمليه وانت حاسه ان هو صغير بس عند ربنا عظيم. اللي هو برضه دلعي نفسك واعملي اللي بتحبيه واعملي الحته الصغننه دي، بس اللي هو ايه، قليل دائم خير من كثير منقطع. نعم. فهتلاقي وفره في حاجات كتيره قوي طبعا قوي. طبعا. فجربوا فكره الدعاء ده بحب وعددوا فيه، والصدقة دي بعش عش عش عش، ولو حاجة صغيرة قد كده يعني كتري النوايا فيها. صحيح صحيح. هو فعلا ساعات الشيطان يدخل من مدخل، يعني هتصدق بجنيه. فسبحان الله، دايما افتكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو فعلا مش 10 جنيه، ده لو جنيه. لا ده جنيه طبعا. مني على جنيه من سين مم. على جنيه من صاد على 10 جنيه من هنا على 5 جنيه من هنا على 100 من هنا على 1000 من هنا على مليون من هنا، خلاص هي اللي يعني اللي ربنا سبحان الله ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هي دي طاقتي فأنا راضية بيها. الى نعم. انه اقدر ابقى عندي وسع وافرح هعمل ده اكتر، بس اللي هو ما نزنقش نفسنا في الكورنر الكبير، صحيح نبتديها زي ما صحيح. انت قلتي بالتدريج. فدي ايوه. حته. ودي تاني حاجه بقى تعينك يا روح، وتعين كل اللي بيسمعونا، ان حته افهم السنن اللي بيمشي عليها موضوع التغيير، سواء سنن الكون او سنن النفس. النفس ليها احكام وليها سنن، او ليها زي قوانين، سميها قوانين. لما افهمها اعرف امشي من خلالها معاها، مش ضدها. فمثلا من السنن زي ما قلنا التدرج، ان انت لازم تبقي فاهمه ومقتنعه ان اي تغيير عايزاه يحصل ضروري هيحصل بيبي ستيبس، زي ما بيقولوا هيحصل بطيء وطويل المدى، مش هيحصل في غمضة عين. لما اكون فاهمه ومقتنعه بده وراضيه بيه،
هبقى ماشيه وانا مش قلقانه امتى هتيجي النتيجه. من الحاجات برضو اللي انا محتاجه افهمها الواقعيه في ان انا مش عايزه يعني احط لنفسي اهداف للتغيير تكون مثاليه زياده عن اللزوم وغير واقعيه في ظروفي او في حالتي اللي انا فيها دلوقتي، فتسبب لي احباط فارجع تاني. طب ما انت من الاول انت حطيتي هدف غير واقعي اصلا عشان تغيري فيه. يعني مثلا ما ينفعش تقولي انت مثلا ما حفظتيش قرآن قبل كده او ما درستيش تجويد او مش عارفه ايه، وتقولي انا عايزه احفظ القرآن في 6 شهور. ده هدف هو مش مستحيل بس هو مش واقعي. مش واقعي بالنسبة لحالتك ولظروفك. لا، حطي يعني حاجة تكون طويلة شوية مريحة شوية عشان ما ترجعيش بسرعة. دي حاجة الواقعية. من الحاجة التالتة أحكام النفس، حتة التعجل ده ربنا قايلها لنا، وخلق الإنسان عجولا وخلق الإنسان من عجل. فكوني إن أنا أفهم حتة التعجل بتاعتي، اقدر ايه اطبطب عليها، اقدر اتعامل معاها، اكلمها، احط لها مايند سيت جديده. لا احنا هنمشي على مهلنا، لا احنا هنمشي بالراحه، لا احنا هنحتفل بكل انجازات صغيره عشان هي تحس انه لا احنا ماشيين اهو بنتطور، مش بنعمل حاجه. لا احتفل بمجرد ان انا يعني هقول لك على حاجه. بقالي 7 ايام دلوقتي باخد حمام ساقع الصبح، وده شيء لو تعلمونه يعني عظيم جدا إنجاز مجاهدة، أنا عارفة. جدا. لان انا اصلا بحب الدفى، انا بكره البرد وما بحبوش خالص. يعني مثلا لما باخد شاور بتاعي عاده مثلا يبقى على درجه 39 40 ميه سخنه. فكون ان انا اخد كولد شاور ده يعني دي حاجه. فقلت لنفسي انا هحط خطه 30 يوم. بعدين قلت لا 30 يوم ايه ده، هدف مش واقعي في حالتي. انا هو هحط 3 أيام بالعدد. 7 ايام. فانا النهارده بحتفل بانجاز. انتي 7 ايام بتعملي كولد شاور، دي حاجه رهيبه جدا. مش متخيلة لما أحمد الشقيري قالها من سنتين، جيت جربتها مرة، هو قال حتى في الفيديو اوعوا تدعوا عليا ساعتها، ادعوا عليا، ادعوا لي بعد ما تجربوا وتستمروا عليها. هو أنا جربتها يوم، جربتها يوم، مش هجربها تاني. عارفة أنا بقول لنفسي كده. فأنا دلوقتي محتاجة أحتفل معاكي إن أنت يا ريت اه نفسي والله. تعملي ويك كامل كل يوم كولد شاور. طب قولي لي بقى، ايه مم. النتيجة الإيجابية اللي عادت عليكي في خلال 7 أيام؟ هو ده بقى. انا ايه اللي بيخليني اكرره تاني لمدة 7 ايام رغم ان هو شيء يعني مش محبب قوي لنفسي. في انه انا مجاهدة. بكلم نفسي بعد كل يوم، بعد الشاور على طول بقول لها انت حاسة بايه دلوقتي؟ فبقول انا حاسة بنشاط جدا، حاسة بطاقة، حاسة بحيوية. فبعزز عندها المكافآت اللي انت اخدتيها نتيجة الشاور المؤلم اللي فعلا انت. ده صح. فانا بخليها ما تبصش على الالم بتاع الشاور، انا بخليها تبص على المكافاه اللي هي حصلت عليها. قد ايه انت دلوقتي عندك طاقه، قد ايه انت نشيطه، قد ايه يومك بقى فيه انتاجيه انت بسبب الطاقه دي، بدل ما كنت تبقي قاعده مخمه وكسلانه ومش عايزه تعملي حاجه فاهمه ازاي؟ فانا غيرت لها الرؤيه، غيرت لها المنظور. ما تبصيش ان انا هتألم، لا بصي ان انا واخده جوائز ومكافآت وحاجات حلوه انا حباها ومستمتعه بيها قد ايه. يوم بعد يوم العضله بتقوى خلاص، ما بيبقاش فيه التردد بتاع الدخله الاولانيه دي. لا خلاص، لان انا باصه على المكافاه اللي انا عايزاها. انا عارفه انا لو ما عملتش كده هخسر المكافاه دي، هقعد كسلانه وهقعد موخمه وهتضايق وهحس بالذنب واليوم راح من غير ما اعمل فيه حاجه. طب انا مش عايزه ده، انا عايزه ده. فاهمة ازاي؟ فدي من حقيقي. قوانين النفس انك تفهمي هي عايزة ايه وتمشي زي ما قلنا في الاول خالص بتراحم معاها. انا لما فهمتها عرفت اكلمها ازاي، عرفت اقول لها ايه، عرفت اقول لها معلش ما تبصيش على ده، بصي على ده. ما تركزيش على ده، ركزي على ده. استمتعي بالمكافأة دي، هنستحمل الألم الصغنون ده عشان هناخد جايزة كبيرة. بعد شوية هي عضلة التحمل عندها بقت أقوى، ما بقاش مؤلم بنفس الدرجة. الألم كل يوم بيقل طول ما أنا عمالة أشتغل على تقوية العضلة دي. واو. فدي من القوانين اللي احنا محتاجين نحترمها برضو. انتي قلتي اعظم حاجة ممكن يكون صوتنا الداخلي مش عارف يعبر عنها من بره. ان هو مفيش حد مصدق فيا، هو مفيش حد مصدق اللي انا بعمله، هو مفيش حد هيشجعني، مفيش حد هيقولي برافو. فكرة ان انتي قلتي ان احنا ازاي السيلف توك، ازاي نكلم نفسينا دلوقتي ويبقى عندنا سيلف موتيفيشن من جوانا، وانك تطبطبي عليها، تقول لها برافو وتخليها تشوف
الاكشن اللي هي بتعمله برغم انه ممكن يكون فيه مجاهدة، الا انه له مميزات تانية احنا مش شايفينها، بس احنا محتاجين نغير النضارة. بالظبط، نغير النضاره. والسيلف توك وانتي بتتكلمي دلوقتي اللي هو طبطب على نفسي، ولا برافو، شجعي نفسك، قولي برافو ان انتي خلصتي 7 ايام، هايل. وانك كل يوم بتقولي لنفسك ايه ده، انتي بقيتي عندك نشاط، تاني يوم لقيتي نفسك ايه ده انا مور اكسايتد، تالت يوم ايه ده انا حاسه ان انا صحتي احسن. ده هيخليني اقول انه انا في يوم من الايام مثلا مش شايفه حد مؤمن بيا، مش شايفه حد مؤمن بالطريقه اللي انا ماشيه، مش شايفه حد بيشجعني، برغم اني ممكن اكون عملت نتيجه قد كده، بس احس ان النتيجه دي ولا حاجه لمجرد ما حدش شايفها، بس انا اكتشفت ان انا محتاجه انا اللي اشوفها. بالظبط كده. بصي يا روح، من موضوع التشجيع الخارجي او مصادر الدعم الخارجيه دي نقطه مهمه جدا لا خلاف عليها، وانا الحقيقه مسجلاها عندي لانها فعلا من المعاناه. ان انت تلاقي حد في ظهرك، وكل ما تيجي تقعي يسندك ويقومك ويشجعك ويسقف لك، وكل ده حلو جدا ورائع ومهم. ولكن طب لو ده مش موجود، لما ده في اي ظرف من الظروف ما بقاش موجود، هل معنى كده ان انا هقع؟ لا، لا. ما ينفعش اسيب نفسي بقى للفخ ده. لا، لما مصادر الدعم موجودة يا سلام، جميل جدا. لكن لو مش موجودة، يبقى أنا اللي محتاجة أكون داعمة لنفسي، ومحتاجة أخدها بالهداوة. هقول لك النهاردة، النهاردة أنا كنت قايمة فعلا مش قادرة أعمل الكول شاور، وفعلا ما بدأتش بيه. أخدت حمام دافي، برضه بتكلم مع نفسي. بس أنا عايزة الكول شاور، لأن أنا عايزة النتيجة بتاعته اللي أنا خلاص بقالي 6 أيام مستمتعة بيها. فهعمل ايه؟ انا عايزه اقول بس المثال الصغير ده علشان مش دايما الرحله مثاليه، لا هي فيها ups and downs، دايما فيها تحديات. فانا قايمه النهارده عندي تحدي، قايمه تعبانه وفعلا مش قادره، لاني بذلت مجهود جدا امبارح كبير جدا، فالنهارده مش قادره. فاخدتها بالتدريج. بدات بميه دافيه شويه، وبعدين بدات اسقع 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 لغايه ما وصلت في النهايه للكول شاور برضو، واخدته الحمد لله واتبسطت. بس عارفه، ما قهرتهاش. انت كده، هتكسلي، انت كسوله، انت هتتخاذلي، انت هتتراجعي، ما تبقيش ضعيفه، خليكي قويه. لا، انا فهمتها، هي فعلا النهارده مش قادره. فانا طب، ما لا يدرك كله لا لا يترك يترك كله. كله. طب نعملها بالتدريج لغايه ما وصلنا للنتيجه اللي احنا عايزينها. وده هيقابلنا كتير في رحله التغيير. بلاش افكر بقى all or none. انا النهارده مش قادره احضر الكورس، طب خلاص انا مش طب ماشي، مش قادره احضر، ممكن اقرا كتاب، ممكن احط حاجه صوتيه اسمعها، ممكن اعمل اي حاجه. ما النهارده مش قادره اروح الجيم، طب ما تروحيش الجيم، انزلي تمشي، ما اعملي مجهود في البيت. فاهمه فاهمه يا روح؟ فاللي عنده هدف محتاج يحط بدائل كتيره، كلها بتصب في نفس الهدف. انا يعني بلاش هو طريق واحد، هي سكه واحده زي ما قلنا. لا، انا رايحه من العبور لمصر الجديده، طب لقيت في تصليحات في الطريق والطريق مقفول، أنا لازم اخد طريق مختلف. بس انا باخد طريق مختلف علشان اوصل لنفس الجهه، مش عشان هيوديني في جهه تانية. ممكن اخد يمين، ممكن اخد شمال، ممكن انزل نفق، ممكن اطلع كوبري، بس في الاخر انا عارفه انا عايزه اروح فين. فدي من حلو قوي. المعينات، انه انا يكون عندي بدائل متعدده، اخد طرق مختلفه، اجرب حاجات كتيره، ما اقفلش نفسي على خيارات محدده واحصر نفسي فيها. ايوه. قلنا برضو فكره الدعم، ان انا يكون حواليا ناس داعمه، كوميونتي شبهي. كل مثلا كلنا عندنا هدف التخسيس، فيلا يبقى معايا مجموعه بنسأل على بعض، بنشد بعض. كلنا عندنا هدف في التربية، احنا امهات مثلا عصبية، بنضرب وعايزين نبطل ده، بحط نفسي في كوميونتي شبهي عنده نفس الأهداف، فبنساعد بعض وبنشجع بعض. لو ما لقيتش الكوميونتي ده أعمل إيه؟ أدور على واحد بس يكون، أقول له تابعني في النقطة دي، اسأل عليا في الحتة دي، accountability partner. بالظبط كده. انا عندي خطة وعايزة ألزم نفسي بيها، ومحتاجة حد يسألني. كان المنتور يقول، كان المنتور بتاعنا كان يقول شريك داعم accountability partner، في اللي هو طب ايه نعم، لازمته تقول لها يا جماعه، يعني احنا حتى كنا بنخش الكوميونيتيز دي ونكتب يا جماعه انا عايزه accountability partner عشان عندي هدف الفلاني ومش عارفه امشي فيه لوحدي. بالظبط. كانت اكتر حاجه بتبسطني في الكوميونيتيز دي انك بتلاقي انا جاهزه، اللي هو انت ايوه، كده انا جاهزه يلا بينا، فدي كانت حاجه بتحسسك ايه ده الله. طب ان انت مش خلاص. لوحدك، احساسك ان انت بالظبط. مش لوحدك. الانسان ما بيحبش يبقى لوحده، بيحب يبقى قوي بالجماعة. قوي دي بالجماعة، ويد حقيقه. الله مع الجماعة أصلا، ففكرة الجماعة دي قوة.
بناخد طاقة من بعضينا. النهاردة أنا داخلة طاقتي عالية وفلانة نص نص، لما تلاقيني كده هتاخد من طاقتي وتعلى هي كمان، وهكذا. يعني كلنا بنرفع بعضنا. فدي حاجة برضو بتساعد جدا. من الحاجات المهمة إن أنا قدر الإمكان أغير البيئة المحيطة بيا اللي هي أصلا ما كانتش مساعداني على التغيير اللي أنا عايزة أعمله. مثلا برضو في حتة التخسيس، من تغيير البيئة اللي حواليا ان انا ما اجيبش المنتجات اللي مضرة، اللي مش هتساعدني في التخسيس. خلاص همنقها، ده تغيير في البيئة. من التغيير في البيئة مثلا ان انا ممكن اجيب حاجات في البيت، اوزان خفيفة، دمبلز خفيفة، الشرايط المقاومة دي، اي حاجة تساعدني في البيت ان انا اعملها. فانا غيرت في البيئة. احيانا من التغيير في البيئة ان انا اغير الكرسي اللي انا بقعد عليه، ان منطقة واو. الراحة بتاعتي دايما، مش دا يعني في اغلب، يعني أنا عايزة اقول دايما، بس بصراحة يعني التعميم ده بيبقى دايما مخل. هتلاقي كل فرد في البيت ليه كرسي متعود يقعد عليه، وهو ده اللي بيرتاح فيه. ده كرسي ماما، ده كرسي بابا، ده صح. اه. انت من تقوية العضلات بتاعتك وتغيير البيئة اللي تساعدك ان انت على التغيير، انك تغيري الاماكن اللي انت بتقعدي فيها واللي انت متعودة عليها واللي انت بترتاحي فيها. جربي كده تغيري كرسي، هتلاقي نفسك حاسه انك مش مرتاحه. ايوه، انا عايزاكي تقوي العضله دي يوم بعد يوم. مش مرتاحه دي كانك بتعملي عاده جديده. بس انا بدرب عقلي وجسمي انه يجرب حاجات جديده، وانه يقبل عدم الراحه. صح. يقبل عدم الراحه. مش لازم دايما اكون مرتاح. بالعكس، هي الراحة دي بتقتل الجهد، وبتقتل الطاقة، احنا بنحتاجها بقدر اللي ننام فيه عشان نصحى كويسين. كنت سمعت في لقطة كده انه نتيجة الأحداث اللي كانت بتحصل اليومين دول لإخواتنا في فلسطين في غزة، ان كان مصطفى حسني كان بيقول جملة عظيمة جدا، انه احنا من كتر ما احنا ضامنين النعمة ومتعودين عليها بقينا بنعمل عكس الصح. يعني ممكن نعمل الغلط واحنا اوريدي عادي عشان احنا عايزين نغير، نتيجة ان احنا اوريدي بقينا ضامنين النعمة، ضامنين الخروج في اماكن كويسة، ضامنين ولادنا ان هم جنبينا، ضامنين البيت اللي احنا عايشين فيه، فبقينا اوريدي حاسين بزهق وملل على الرغم دي نعمة مطلوب مننا شكرانها علشان نزيد فيها. نعم. فاللي انتي بتقوليه ده دلوقتي فعلا هو يخدم نفس الهدف، ان انتي ما تع... ابسط حاجه انك ما تقعديش على نفس الكرسي اللي انتي متعوده عليه تقعدي عليه كل يوم، كانك بتعودي نفسك انك تشكري نفسك على وجود كرسي بيريحك، وانك ما تبقيش مرتاحه وممكن في اي لحظه يتكسر ما يبقاش موجود، هتعملي ايه؟ مم. فهي ف... دي الفكرة، ان انا اعود نفسي على قبول احساس عدم الراحة ده. اتس اوكي ان انا احس بشيء من التململ، ان انا مش هو ده اصلا احنا عايزين ده، لانه ده اللي بيدي دافعية للتغيير. يعني انت لو مرتاحه، في مقوله انا اظن طارق سويدان قالها، دكتور طارق سويدان: الراضي لا يغير. يعني الانسان اللي راضي بكل حاجه هيغير ليه؟ ما هو راضي، يعني كل حاجه عنده هو راضي بيها، سبحان هيغير الله، ليه؟ ده عكس الفكره اللي كانوا بيزرعوها اهالينا فينا. لا، مش الراضي اللي هنا عكس اللي هي مقابلها الناقم. لا. ايوه، ما هي دي اللقطه، ان انت لما كنتي بتعترضي، انا فاكره اللقطه دي ولغايه دلوقتي انا بمارسها مع ولادي، كنت يعني ولادي بيمارسوها معايا، فانا بقيت مستوعبه اللقطه دي، انه لما يبقى معترض على حاجه هو مش عايزها او مش محتاجها من وجهه نظره وانا عملتها له، فيجي فجأة رد فعلي بيبقى ايه مثلا؟ ارضي يقول الحمد لله. فهو على الاذر سايد يعمل ايه؟ يبتدي يجاهد ويحاول انه يغير الواقع ده، بانه مثلا لو انا جايبه له كشكول بشكل معين، هو يحاول يحوش مصروف عشان يجيب الكشكول اللي هو عايزه. ايوه، ايوه. فده هي ده المعنى اللي بالنسبه لي انا وصل لي في الحته دي، انه فعلا الراضي لا يغير، لان ابني لو كان رضا، لو ابني كان رضي مثلا في السيتويشن ده كان اخد الكشكول وعادي وتعامل، بس مش هو ده اللي هو عايزه، فعمل قصاده ايه؟ انه مم. حوش من مصروفه وجاب الكشكول اللي هو عايزه. مم. زي ما قلنا برضو في الأول خالص يا روح، فكرة إنه إحنا اتربينا كده وإحنا طلعنا كويسين أهو. ده راضي، ده راضي، هو مش شايف إن في مشكلة أصلا، فما بيغيرش. مين اللي راح درس كورسات وتربية ومش عارف إيه عشان عايز يغير؟ اللي هو بالظبط. اللي هو مش راضي. مش راضي من ناحية مش النقمة زي ما مش قلنا. رافض مش رافض النعمه او ناقم عليها، لا، لا، هو 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 عايز يحسن جودة الحياة. بالظبط هو بالظبط. عايز يحسن العلاقة بينه وبين ابنه أو بينها وبين بنتها. هو عايز يحسن صحته.
فمش راضي عن صحته دلوقتي، مش معناه انه ناقم عليها، لا هي فضل ونعمة، لكن هو عايز يحسنها، عايز يحسن مستواه الفكري والعقلي ونضجه، عايز يحسن علاقة زوجة عايزة تحسن علاقتها بزوجها. ف... فهي طول ما احنا راضيين باللي قصادنا دلوقتي مش هنبذل اي جهد ولا سعي عشان نغيره. لكن فكرة التغيير بتيجي ان انا يا اما زي قلنا ألم شديد قوي فغصب عنك زي ما قلنا بيجي على دماغك كده، لا انت بتزقي زق عشان التغيير، صح. او خلاص انا دقت طعم الحلاوه دي، ان انا لما بحسن جوده حياتي بتبقى احلى واجمل، فخلاص بدخل في الرحله دي، احسن بقى علاقتي بزوجي، احسن علاقتي باولادي، احسن علاقتي مع نفسي، احسن البيئه اللي انا قاعده فيها، بيتي اخد بالي منه ازاي، اتعلم التنظيم والترتيب. دلوقتي كل حاجه دلوقتي ليها كورسات وليها كتب ليه اي توبيك كده اكتبيه في السيرش على جوجل، هتلاقي لي كتب وكورسات ودور. ليه؟ عشان وفيديوهات وكل حاجة. كل حاجه الناس بتتعلمها، العلم موجود، واللي عايز يحسن هيلاقي مصادر. بس زي ما قلنا هو قرار واعي ان انا ابدا اخد خطوه، ابدا الرحله بكل فيها، بالحلو والتعب بتاعها، بكل اللي فيها، الوقعات نفكر والوقفات ونفكر نفسينا دايما باللي انت لسه قايلاه، النتيجة اللي بتاخديها لما بتجاهدي نفسك في تحدي، ده نعم. المحفز. ف... نعم. فانت النهارده قلتيه بمعنى يا خرابي على جماله. يعني كفايه ربط الافكار والمشاعر والقرارات، وربط المراحل الاربع جمال. الاربعه، الاربع اضلاع: العقل والروح والجسد. لا 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 لا، الربط نفسه في حد ذاته وصل لي المعنى لحته تانية خالص. الله. يعني ده خلاني احس ان سنه الكون في التغيير وفي ضوء الكتاب والسنه هو حاجة إيجابية لينا إحنا، وحاجة كويسة لينا إحنا، بتزودنا نضوج، بتزودنا بصر وبصيرة. يعني البصر في نعم. العين والبصيرة في القلب. بتزودنا حكمة، بتزودنا أثر، إنك بتسيبي أثر لنفسك وللبيئة نعم. الصغننة اللي انت فيها. سواء ولادك، جوزك، أهلك، اخواتك، صحابك، الناس، السيركل البسيط الصغننة اللي هي كلنا حوالينا ناس إحنا بنحبهم. نفسنا كده اللي هو وانتي قاعده كده مثلا لو حد جاب سيرتك يجيب دايما سيرتك بالخير، فده الاثر في حد ذاته. انا بحس ان النعمه في الحته دي اكبر بكتير من الناس اللي بتبقى شايفه ان انا لازم اطلع واقول واعيد وازيد. يكفي انك سايبه اثر في نفسك، في ابنك الصغير، في بنتك، في جوزك، في باباكي، في مامتك، في اختك، في اخوكي، في صاحبتك، في جارك، في جارتك، مع ابن حد مثلا في الشارع بيلعب. يعني انا بحس ان هي الاثر بيجي في الحتت البسيطه دي. طبعا. وان اكبر محفز النتيجه اللي بتعود علينا نتيجه لما بتاخدي اكشن وتحسي بشويه صعوبات. فكري نفسك دايما بالحاجات الحلوه اللي بتاخديها. فده لوحده حسسني ان التغيير نعمه، برغم كل ألمه بس التغيير نعمه. هو مجرد ما بتاخدي اي خطوة صغيرة وتنجحي فيها انت بتحسي بالقوة اصلا، يعني احساسك بذاتك بيختلف، انه إيه، انا قدرت، انا قوية، انا اقدر، انا اعرف اكمل المشوار. فمجرد ما اخد خطوة بس، انه في غيري ما اخدهاش وقاعد ونايم وما بيحسنش وما بيعملش اي حاجة، بس انا اخدت خطوة، فانا استحق ان انا اكافئ نفسي وان انا احتفل وان انا افرح وان انا اقول على نفسي ان انا قوية وان انا اقدر و في حاجة أخيرة عايزة أقولها، أنا مش عارفة، حسيت إن أنتي هتختمي فعايزة أقولها. لا قوليها عادي، بس انا حبيت آم، ادي كونكلوجن للي انا حسيته. تمام. في الآية القرآنية العمدة في جزء التغيير ده، وتقريبا أظن يعني كلنا نعرفها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لو إحنا تفكرنا فيها كده، يعني شيء بسيط كده، إنه التغيير بدأ من عندنا إحنا الأول. إن الله لا يغير ما بقوم، هو ربنا هيغير اهو، بس امتى؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. صح. يعني انا بغير، انا اللي ببدأ الاول، بعدين ربنا سبحانه وتعالى بيوفق. وانا بستعد للقاء ده الحقيقة قريت جملة رهيبة جدا. بس الحقيقة يعني يا ريتني سجلت مين اللي قائلها. بتقول التغيير من الناس والتيسير من الله. الله. جملة فعلا الله. تتدرس: التغيير من الناس والتيسير من ربنا. وده كأنه تفسير للآية، يعني انت ابدأي غيري، مش تستني انه
عيالي قلة الادب، عيالي قلت لهم 100 مره على الحاجه دي ما بيعملوهاش، جوزي ما فيش فايده فيه، مش انت مستنيه كده التغيير من بره، يعني وده عمره ما هيحصل. التغيير بيبدأ من عندك انت، من جوه. من جوه، وبعدين بيبدأ يظهر اثره بره. ان الله لا يغير ما بقوم، ايا كان هو ايه التغيير بقى اللي انت عايزاه، في اولادك، في جوزك، في شغلك، في نفسك، في اي حاجه حواليكي، حتى يغيروا ما بانفسهم. فما تستنيش ان جوزك هو اللي يتغير، ولا ابنك هو اللي يتأدب، ولا شغلك ومديرك هو اللي يتحسن، ولا فلوسك هي اللي ما تستنيش التغيير من بره. ابدأي التغيير من عندك انت. وافتكري دايما الآية دي، حطيها قدامك: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وحتى علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى أصلا برضو بتبدأ من عندنا إحنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: والذين اهتدوا، خليني بس نشوف الآية عشان ما نقولهاش غلط. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يعني برضو هم أخدوا خطوات للتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، فهو بيزيدهم، زادهم هدى. زادهم يعني معناه هم اللي اهتدوا الأول، وزادهم هدى وآتاهم تقواهم. والحديث القدسي برضو اللي أغلبنا عارفينه ودرسناه وإحنا في ابتدائي، آه، اللي هو: وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. مين اللي بدأ؟ مين اللي انا تقرب الأول؟ أنا. انا فدايما دايما دايما ما تلوميش الظروف، ولا جوزك، ولا أولادك، ولا مامتك، ولا شغلك، ولا مديرك، ولا الدنيا، ولا العالم، ولا. ابدأي انت، خدي خطوة في أي حاجة مش عاجباكي: في تحسين علاقتك مع ربنا، في تحسين علاقتك مع جوزك، في تحسين علاقتك مع أولادك، في تحسين علاقتك مع أصدقائك وجيرانك، في تحسين علاقتك مع زمايلك في الشغل، في تحسين شغلك، في تحسين صحتك، في تحسين جمالك، في أي حاجة عايزة تغيريها. البداية عندك انت، من جواكي انت. وبعد كده المعونة والتيسير والتوفيق بيجي من رب العالمين لما يشوف صدق سعيك وصدق نيتك، يوفقك ويكرمك. صح بس حلو صح كده. صح خلاص صح. هختم كده. لا انا مش عايزه اختم اللقاء بقالي كتير قوي، اللي هو لا يمكن هسيبك، مش عايزه اسيبك، الكلام تسلمي حلو لي. قوي تسلمي. وبيعمل ريفليكشن خطير واحساس بالطبطبه ورد على اسئله كتيره كانت بتدور في عقلي، الحمد وانت لله. رديتي عليا كأن ربنا سبحانه وتعالى بعتك مسج ليا النهارده. ف... الحمد لله. ف... فبعتذر طبعا ان ممكن تكون بعض الدموع لا غلبت. خالص، تعتذري ليه؟ بس دي مشاعر بس ساعتها رقيقة اوريدي يعني كان جوايا تساؤل بس ما خرجتوش بصراحة بره القفص الصدري زي ما بيقولوا. كان جوايا بس كفكرة، وسبحان الله يعني وربنا سمعها ونجاني بيها ورد عليا الحمد فيها. لله. الحمد لله. فكنت مستمتعة عليكم لأن السلام كان ورحمة الله في وبركاته. ريفليكشن من أوله لآخره كده. ربط لي حاجات كتير، ربط الحمد لي لله. امور تربويه بامور اسريه بامور اجتماعيه بامور مهنيه. حاسه فيها كده بالطبطبه، الحمد لله. بالتعلم، بالوعي، بالنفع، بالقوه، لانه انا عندي فاليو من ضمن الفاليوز اللي موجوده كده في شخصيتي القوه، فانت حطي لي كلمه مم. قوه دي وتلاقيني جاريه وراكي، فاهمه؟ انا يعني كمان عندي الفاليو دي جدا. انا بحديث المؤمن القوي اللي انت بتحبيه ده برضو من احب الاحاديث لقلبي. يعني ليه نقبل ان احنا نكون المؤمن الضعيف؟ نقبل ان لا نكون مش المؤمن بنقبل، بس القوي. احنا انا مش بدي مبرر، بس للاسف احنا عشان ليديز فحاسه ان احنا في المجتمعات العربيه بنتحط درجه تانية بعد الذكور. مع انا مش معترضه ان احنا يعني ان احنا اوريدي مختلفين، ولكن انا معترضه ان احنا بنتحط درجه تانية. ومش بنادي بالتساوي خالص لان دي حته مش بتاعتي، ومش شايفه ان الراجل زي الست ان هي خالص، بالعكس. انا شايفه ان الراجل له دور والمراه ليها دور، وهما الاتنين بيتكاملوا. بس هو ممكن هو المؤمن القوي قوي في اي مكان هو موجود فيه. بالظبط. قوية كزوجة، قوية كأم، قوية كأخت، قوية كبنت، قوية كمديرة، قوية كصديقة. هي المؤمن القوي قوي في أي دور هو دور هو موجود فيه، بيقوم صح بيه. صح. ملهاش دعوة بس بقى يمكن انا بدرجات بوضح المجتمع. ليه انا بحب مم. الفاليو بتاعت القوه، فاهمك. لانه مم. هي دي الحته اللي انا ما بحبهاش، برفضها، ان احنا اوريدي كليديز بنتحط درجة تانية. يعني ان احنا اقل شوية، فاحنا لا احنا مش اقل، بس ربنا خلق كل واحد فينا له دور وتكامل معين، ووجودنا مع بعض الذكر مع طبعا. الانثى في العلاقة الزوجية
فيها تكامل، فبحس ان المجتمعات بالذات بتحط الست في درجة اقل في كل حاجة، فبحس انه لما بتجاب درجة قوة بحس ايه ده، الله انا قوية. بس ربنا يخليكي. فبحس ان القوة كمان يعني اللي درس ولسه بيتغير وبيتعمق جوه نفسه هيحس ان القوة دي من جوه. يعني هو مش محتاج يبرزها كعضلات بقى، وان انا ماشي عندي، انا ماشي عندي ماسلز كده اللي هو بتختلفي عن فطرتك، ولكن القوة سرها في ضعفنا. فبحس ان دي اللقطة اللي احنا بنبقى محتاجين نربطها داخليا، انه انا ليدي وربنا خلقني باستكانة وبهيئة معينة، وقوتي في الحتة بتاعتي. صح. فبحس انه الفاليو بتاعتي في الحتة دي. ربنا يوفقك ويكرمك يا رب. بجد ربنا ينفع بيكي، اللهم وبحبك امين. قوي قوي قوي. انا كمان والله بحبك جدا. يحسن يا رب ما بين ايديكي، اللهم امين. ويستخدمك ولا يستبدلك، وكنت سعيدة وطيرانة ومبسوطة قد الحمد الدنيا لله. باللايف ده. عمل لي كمية ريفليكشن يا خرابي على الجمال. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يا رب، ولكن مثل ما دعوتي يا رب واكتر. وانا سعيده ربنا جدا يخليكي جدا يا انه رب. الحمد لله ربنا من علينا وعملناه بعد شهر تقريبا. اكتر اكتر اكتر، على فكرة عايزة اقولك ده من قبل الدراسة. بس هو توقيته حكمه، هو توقيته حكمه طبعا. فالحمد لله ان هو من علينا وعملناه، وان هو الحمد لله بسطك، وانا كنت مبسوطه جدا وانا معاكي. ربنا وربنا يخليكي ينفع يا بينا رب. جميعا يا رب، وينفع كل الناس اللهم اللي امين. هتشوفه. اللهم امين. اللهم امين. انا مبسوطة وممتنة وفخورة ان انتي كنتي معايا النهاردة. تسلمي يا و... حبيبتي، تسلمي. ويا رب دايما مزيدا من التقدم والنجاح والتميز والوعي والنفع والتطور والتغير للأحسن. آمين يا رب جميعا يا رب، اللهم آمين جميعا اللهم كلنا. امين. ميرسي يا روح، سعيدة جدا تسلمي إنك يا ندى، كنت معايا. ربنا يخليكي يا رب، دايما اسمع عنك كل خير واشوفك دايما في حبيبتي، افضل حال. حبيبتي تسلمي، باي باي باي. باي، سلام.